يعني هتعملوها فطار غدا عشاء. بجد تحفة، بجد تحفة، شكلها تحفة وطعمها تحفة. ويلا بينا نسمي الله ونبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. معانا هنا خيار متقطع زي السلطة، خيار صغير، ومعانا خضرة مكونة من بصل اخضر وكزبرة خضرة وشبت. تمام، 3 حاجات، بصل وكزبرة وشبت. طبعا ده غير الخيار، قطعناهم كده زي ما انتم شايفين مفروم ناعم، وبعدين نزلنا عليهم بمكعبات من البطاطس المسلوقة، الكمية اللي انت عايزاها. انا سلقتها سلقة الا ربع، يعني ما سويتهاش للاخر. ليه؟ عشان ما تتعجنش مني، وفي نفس الوقت انا عايزة فيها العضة اللي هي بتاعة البطاطس دي، مش عايزاها معجونة. تمام، سلقتها سلقة الا ربع، قشرتها وقطعتها مكعبات، وبعدين سلقتها وهي مكعبات. قلبتها كده في الخضار بتاعي كويس جدا، في الكزبرة والشبت والبصل الاخضر، وبعدين حطيت عليها شوية من الملح وشوية من زيت الزيتون، وما تكتريش ملح عشان لسه هنحط اضافات. وبعد كده هننزل برشة من البصل البودر، وكمان رشة من الثوم البودر. اهو كده زي ما انتم شايفين مكوناتنا مش كتير، بس في نفس الوقت هنعمل وصفة تحفة. وبعد كده اخيرا هننزل بالمايونيز. المايونيز طبعا كلنا عارفين ان هو ميزز على مسكر، فيعني لما تحطيه في اي وصفة لازم تاخدي بالك من الملح كويس اوي. هننزل بقى بالمايونيز كده، وبعد كده بقى نديلها تقليبة حلوة، نمزجها بقى بايه، المايونيز بالخضار بالبطاطس، كله يخش في بعضه كده على اساس ان احنا ناكل البطاطس متطعمة. تمام، صباعي باين وانا بصور، بس انا ما حبيتش ان انا اقطع المشهد ده يعني، واللي هو وانا بقلب. بعد كده بقى ايه، قلبنا كل المكونات بتاعتنا، وهنبتدي بقى ان احنا نجيب كده بايركس او صينيه كده تقديم حلوه، نفضي فيها ايه البطاطس بتاعتنا. بطاطسنا النهارده سهله وبسيطه، بطاطسنا سهله وبسيطه، بس حاجه كده من الاخر تحفه، وتنفع للدايت وتنفع لغير الدايت، حاجه كده ادمان فعلا. حطيتها بقى كده في صينيه، ومعايا برضو شويه مايونيز خففتهم، فضلت اقلب فيهم جامد، وحطيت عليهم يعني معلقتين من اللبن كده على اساس ان ايه اعرف اخفف المايونيز، وحطيتهم كده على الوش بقى ايه في طاجن التقديم. وحطيت على الوش برضو شوية من الخضار اللي احنا كنا مقلبين فيه البطاطس، اللي هو الشبت والكزبرة والكلام ده. تمام كده وصفتنا خلصت خلاص، ندوق بقى. تعالوا بقى اقول لكم طعمها ورأيي فيها، مع ان انا عارفة كده كده رأيي فيها وعارفة طعمها، وبحب اعملها رغم اني انا مش عاملة رجيم، بحب اعملها من جمالها. بس بصوا بقى، تعالوا ندوق واقول لكم رأيي فيها كده ايه وانا قدام. بجد تحفة، بجد تحفة، شكلها تحفة وطعمها تحفة. يا جماعة دي بطاطس دايت، بطاطس ادمان، جربوها وادعولي. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.